ما بتتحسبش كده يا صاحبي، ما بتتحسبش كده. تصدق وتامن بالله، هتصدقني بالترنج الاحمر ده؟ هتصدقني؟ ما فيش بعد الترنج الاحمر ده. كوديفوار مش لسه واخده البطوله؟ ما فيش ساعتين. كوديفوار اللي كانت راجعه من الموت والعائدون والكلام بتاع التلفزيون ده، سيبك منه الكلام ده خالص. معنى انا واخدين البطوله، احسن توالد كانوا خارجين اصلا. وبمين؟ بالهاي كوبي، مش بالاوريجينال، مش بالمدرب الاوريجينال. الاوريجينال مشوه وجابوا الهاي كوبي فتحي كرتونه، قالوا له كمل انت البطوله. فنيات كوديفوار مش احسن حاجه. انا شايف ان هو منتخب اصلا كورته كئيبه، يعني ما فيش مثلا خد وهات، فنيات، تكتيكات، بوكس تو بوكس، والعكس ده مش موجود. بس في جمال في الملعب يا الحاج. درجن 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 درجن، اللي بيجري كده عشان يدافع، واللي بيجري كده عشان يهاجم، واللي بيخش في نص الملعب، واللي رايح ناحيه الباك، جمال قد الدولاب ده الواحد فيهم. بس عندهم ايه؟ دو... دكر يلا الواحد فيهم ده. اقول لك عايز اجيبها لك من الشمخ بس مش قادر. دكر يلا بطل في الملعب، مش لازم يبقى فنيا احسن حاجه. فهي الموضوع مش دولارات ومدير فني اجنبي ومسرح على جنب واقف كده يبص للناس من بعيد ويقول لك العاطفه، ويقعد يحلل لنا، ويجيب مدرب الحراس السيد فرانكو ومدرب الاحمال السيد سيكانكو. كل ده هكس. لازم تبقى راجل وذكر في المنتخب بالذات، وبعد كده الفنيات تيجي عشان كده كوت ديفوار خدت البطوله، واحنا طلعنا بره البطوله عشان ما عندناش الحته دي.